السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ممكن يبقى سؤال عبثي جدا لو جيت تسأل مشجع أهلاوي دلوقتي هو فرحان ولا زعلان بعد برونزية كأس العالم للأندية. وفكرة إن أنت تسأل السؤال ده من الأساس بالنسبة لمشجع لنادي مصري، مصر اللي احنا بقالنا كتير على صعيد الكورة، وبتكلم عن المنتخبات بعيد عن العالمية، ان انت تسأله سؤال في حدث عالمي المفترض انه بقيمة كأس العالم للأندية، انت زعلان ولا فرحان ان انت جاي تالت بعد بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبية. ده ممكن يفسر لك حاجات كتير ممكن نتكلم فيها. النادي الاهلي بمشاركة تسعى في كأس العالم للأندية حول فكرة النتيجة اللي بيحققها لتحدي، بخلاف انه كانت زمان يمكن في 2005 و2006 وبداية مشاركة الاهلي في البطولة كان مجرد المشاركة ده حلم. كنا بنشوف يعني اللعيبة راجعة بأتوبيس مكشوف وبتلف القاهرة عشان جابت برونزية. النهاردة انا بشوف جماهير الاهلي بتكتب على الفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا انه زعلانين ان هم ما لعبوش نهائي. وفكرة ان انت يكون عندك التارجت ده وتفكر فيه بالشكل ده اللي جماهير الاهلي بتفكر بيه، فاعتقد ده مبدئيا نجاح للنادي الاهلي، انه انت ما عدتش بتدور على فكرة مشاركة بس في حدث عالمي، وان انت فرحان ان انت موجود بين ابطال القارات وابطال العالم، لكن انت كمان بقيت بتدور على نتيجة افضل. طيب، هل الاهلي كان عنده مقومات في البطولة دي يقدر بيها يحقق نتيجة افضل من البرونزية؟ هل الاهلي فرط نقدر نقول في انه يصعد للمباراة النهائية؟ كان في الامكان افضل من مكان. هل كان يقدر انه يلعب فاينل مثلا النهاردة الساعة 8 قدام مانشستر سيتي؟ ولا ده افضل حاجة كان ممكن تتحقق؟ الحقيقة لو يعني سألنا السؤال ده وحاولنا نجاوب عليه بقدر كده من المنطق والتحليل، ممكن نظريا نقول الاهلي كان عنده كل المقومات. والله فرقة بطل افريقيا، عنده تشكيلة كلها دوليين، كلها دوليين من اول حارس المرمى لحد المهاجم بيلعبوا في منتخبات مصر وتونس ومالي وجنوب افريقيا. في كل المنتخبات، حتى كوكا بيلعب منتخب اولمبي لو قلنا ان هو ده اصغر لعيب في الاهلي يعني سنا، وبيلاعب فريق برضو نظريا فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس، لكن كلنا شفنا المباراة الاهلي كان عنده افضلية فنية في اوقات كتير منها، خصوصا في الشوط الاول، وجات لك هجمات وخلافه. نظريا الاهلي كان يقدر، بس عمليا هل فعلا كان منطقي ان النادي الاهلي يتخطى فلومينينسي؟ بص، ممكن تحلل ده بمئة ألف طريقة، وتتكلم في تفاصيل مباراة كانت بين الأهلي وفلومينينسي، وتشوف ال الهجمات قد ايه والاستحواذ قد ايه والمش عارف الفاعلية والأهداف المتوقعة وكل الحاجات دي. بس أنا الحقيقة، وكتبت في ده قبل كده، أنا ببص للموضوع قبل ما هتكلم طبعا عن تفاصيل فرقة الأهلي نفسه وسكواد الأهلي. بس أنا شايف إن حاجز إنك بتلاعب فرقة برازيلية بطل أمريكا الجنوبية طول الوقت ده في ذهنك كلاعب، اعتقد ده اثر على لعيبه الاهلي وماتش فلومينينزي، وكان نسبه 70 80% من خساره الاهلي ان ما كانش عندهم قناعه داخليه ان هم ممكن يكسبوا بطل امريكا الجنوبيه، او حتى لو كان عندهم القناعه الداخليه بس ما كانش عندهم الاستقرار والثبات النفسي اللي يقدروا بيه يكسبوا بطل امريكا الجنوبيه. وانا متاكد مليون في الميه مليون في الميه انه لو فلومينينسي ده كان اسمه فلومينينسي الياباني مثلا، كان الاهلي كسبه، او فلومينينس اي جنسيه تانية غير انه يكون برازيلي وبطل امريكا الجنوبيه. والنهارده لو كان الفرقه اوراوا ريد دايموندز اللي الاهلي بيلعبها دي اسمها اوراوا ريد دايموندز الاسباني، او بنفس اللعيبه بنفس التشكيل بنفس كل حاجه، كان الاهلي خسر النهارده، ما كانش الاهلي كسب. الاهلي رجع بعد، لانه لو الناس تتذكر كاس العالم للانديه اللي فات فلامينجو، الاهلي كان كسبان 2-1 وجات له ضربة جزاء برضو وقتها ومعلول ضيعها، وجه محمد شريف انفراد، وكل الحاجات دي كان في ذهن اللعيبة برضو وقتها ان احنا هنكسب بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبية. فبالتالي كان في لود ما
او في حاجه جوه اللعيبه طول الوقت محساهم ان لا الموضوع صعب. فما دام الموضوع صعب، حد بيجيب في سيره الظاهر، فما دام الموضوع صعب يبقى مش هيتحقق. وبما انه يعني مش هيتحقق، فخلاص عادي اما نخسر النهارده. الاهلي يبقى كسبان 2-0، يحصل تهاون، يتعادل 2-2، فيبقى عنده الثقه في النفس لانه بيلعب بطل اسيا، مش بطل اوروبا ولا بطل امريكا الجنوبيه، ويكسب، يرجع تاني من 2-2 بعد ما كنا خلاص توقعنا ان الماتش هرب من الاهلي، يسجل الثالث ويسجل الرابع ويضيع ضربة جزاء ويجيب جون على اوفسايد على كام سنتي، كان ممكن يعمل حفلة اهداف. فالأزمة مبدئيا بالنسبة لي قبل ما نتكلم بقى في احتياجات او تفاصيل فنية تانية، الأزمة عند اللعيب المصري ولاعب النادي الاهلي أزمة نفسية. وانا بقول النادي الاهلي لان هو اللي بيمثل الأندية المصرية في البطولات العالمية يعني. فانا مثلا يعني ما انساش ماتش مصر واليابان، مصر وروسيا في كاس العالم 2018 مثلا، ده حاجه من الذاكره كده على سبيل المثال يعني. وانا كنت هناك في روسيا، وجماهير روسيا كانت عامله مليون حساب لمنتخب مصر، وكنا عاملين ماتش كبير قدام اوروجواي. وبالمناسبه برضو اوروجواي كانت نفس المشكله، جايبين جون فيك في اخر دقيقه في الماتش، وانت كان ممكن تخرج من المباراه دي متعادل، غير انك لمجرد انك فقدت التركيز من كره ثابته قدر هم يجيبوا فيك جول. كان ممكن جدا تتحاشاه لو عندك نفس الثبات الانفعالي لحد نهايه المباراه، وكنت مصدق ان انت عادي ممكن تتعادل مع فرقه فيها نجوم وجايه لك من امريكا الجنوبيه. في ماتش روسيا انت فضلت شكلك حلو وراس براس، لان انت كنت متفوق ليد على روسيا كمان في الشوط الاول ومضيع فرص، وكان شكلك حلو جدا في الملعب، وهم كانوا بيدعوا من قلبهم يا رب بس نخرج بنقطه التعادل مع مصر. يروح احمد فتحي جايب في نفسه جون بعد دقيقتين من الشوط الثاني، بعدها ب10 دقايق كنت خسران 3-0. يعني شوفوا التحول عامل ازاي، من 0-0 وانت ليك الليد، او على الاقل يا سيدي راس براس، فعادي ما يدخل فيك جول، ايه المشكله؟ هو ده نفس اللي حصل مع الاهلي قدام فلومينينسي. انت كنت كويس وشكلك حلو وافضل، بتضيع فرص، دخل فيك جول لاي سبب، ضربه جزاء، ففجاه مش عارف تقف على رجليك في الملعب، لان الهاجس يعني انت كان عندك الهاجس ان انت تقدر تكسب، فبقى عندك الهاجس ان انت ممكن تخسر وخساره كبيره لما دخل فيك جول، فلا انت عارف تمرر كورتين على بعض، وحتى لما جات لك فرص مش قادر يعني تخلصها، فيدخل فيك الهدف الثاني في ماتش انت كان المفروض تكسبه. فانا شايف انه لو في امل عند لعيبه الاهلي، بما انه خلاص ضمن مشاركته ان شاء الله في 2025 مبدئيا كده، لازم الناس دي يحصل لها اعداد نفسي، لازم تبقى رايح وعندك من الثقه والبرود ان انت عادي ممكن تكسب بطل اوروبا، وعادي ممكن تكسب بطل امريكا الجنوبيه، وعادي ان انت تلعب نهائي، هم مش احسن منك في حاجه. اصل احنا طول الوقت حاسين ان الاخر او بتوع اوروبا احسن مننا وبتوع امريكا الجنوبيه احسن مننا، ممكن يكونوا احسن مننا فعلا، بس احيانا ظروف 90 دقيقه بتخليك انت الافضل وعندك قدره على الفوز. اذا عقليات لعيبه الاهلي دي فضلت زي ما هي، فما اعتقدش ان النادي الاهلي هيعمل اي نتيجه في 2025، والتركيز على 2025 لان ده مونديال كبير زي مونديال المنتخبات، 32 فريق في امريكا اللي هتستضيف بعدها بسنه كاس العالم، فكل السبوت وكل الاضواء وكل وسائل الاعلام وكل التركيز هيبقى على البطوله، وهيبقى ليها رعاه كبير. انتوا عارفين امريكا الرعاه عاملين ازاي، واهتمام كبير، وهيبقى عندك طبعا فرق أوروبية كتير وفرق لاتينية كتير، فبالتالي مستوى النجوم هيعلى ومستوى المنافسة هيرتفع. ده كان مجرد بس ان في احتمالية ان الاهلي يلعب مانشستر سيتي بطل اوروبا، شوفوا الميديا كانت بتتكلم ازاي، وسائل الاعلام، وينقلوا لك تصريحات جوارديولا، وكانت قصة كبيرة يعني. فما بالك لما ده يحصل وعندك فرصه ان انت يبقى عندك اكتر من منافسه اوروبيه، وبطوله بقى هيبقى فيها مانشستر سيتي، وهيبقى فيها ريال مدريد، وهيبقى فيها تشيلسي، وهيبقى فيها برشلونه اعتقد كمان هيتاهل بالترتيب، هيبقى فيها انديه كبيره، هيبقى فيها كل كبار اوروبا، فبالتالي انت هيبقى السبوت عليك كبير والضغط عليك كبير. فاذا اللعيبه بتاعت الاهلي دي السكواد ده اللي اكيد يعني 80% منه هيبقى موجود في 2025، انت بتتكلم في يدوب سنه ونص يعني باقيه، فكلهم عقودهم ممتده وكله هيبقى موجود.
ممكن الاهلي يعمل صفقتين 3 يدخلوا على التشكيل الاساسي في الفتره دي. فهل اللعيبه دي نفسيا تبقى قادره تنافس في 2025، ولا انت برضه هتروح علشان تصعد للدور الثاني وبعد كده تيجي؟ فهو ده السؤال. اداره النادي الاهلي والجهاز الفني هيقنعوا اللعيبه ازاي ان هم عادي ممكن يعملوا انجاز؟ هو ليه طبعا كان في نجاحات عربيه في البطوله، بس مثلا الرجاء لما عمل كده في المغرب كان هو المستضيف وكان هو صاحب الارض وكان في سبورت كبير ليه، قدر انه يكمل والدنيا مشيت. العين كمان عمل كده برضه بدعم جماهيري وتواجد. لكن اللي قدروا فعلا يحققوا الانجاز ده، او اللي قدر يحقق الانجاز ده بشكل اللي تقدر تقول انه انجاز متكامل، هم 2 من وجهة نظري: مازيمبي والهلال السعودي. مازيمبي ليه؟ مازيمبي لانه ينطبق عليه ما لا ينطبق عليك، لعيبه متحرره من كل القيود، بيلعب كاس عالم للشهرة، مش مطلوب منهم حاجة، عايزين يعرضوا نفسهم، بيلعبوا كورة للكورة، ممكن جدا ينزل مباراة ممكن يكسب 3 ممكن يخسر 3، هو بيلعب كورة مفتوحة. ففكرة الضغوط او الحسابات مش عنده، هو اوريدي مش حاسس ان عليه ضغط، فبيقدم احسن ما عنده، فقدر يصعد للنهائي وخسر طبعا ساعتها من الانتر. نفس الحكاية الهلال السعودي في البطولة اللي فاتت. ليه؟ لانه برضو كان عنده مجموعة من المحترفين، بخلاف طبعا ان كان في دعم وتشجيع، لكن في المغرب وكان في جالية سعودية والمغاربة كانوا بيشجعوا الهلال في مباراته زي ما كانوا بيشجعوا الاهلي. لكن الفكرة انه الهلال كان فيه محترفين كتير، فبرضو العقلية العربية ما كانتش موجودة، فبالتالي كان مآمن بحظوظه، بيلعب قدام ريال مدريد ممكن يدخل فيه 5 بس يجيب 2 و3. فاهم انت المنطق؟ اللي هو انا بلعب للكوره وخلاص. حسابات الضغط او قله الثقه بالنفس دي اوريدي مش موجوده. فاذا الاهلي عايز يعمل حاجه في 2025 لازم يقتنع لعيبته ان هم يقدروا يعملوا حاجه، وان مفيش حد احسن منهم. ما دام في 90 دقيقه في ملعب يبقى انت زيك زي اللي قدامك. لما تكون بتلعب ريال مدريد السنه اللي فاتت والنتيجه 2-1 وانت بتهاجم وبتضيع فرص، فلما حتى يا سيدي لو ما قدرتش تسجل ودخل فيك الثالث مش لازم يدخل الرابع، انت في وقت ضايع. يعني مش معنى ان دخل فيك ثالث يبقى خلاص تنهار وتعمل زي ما عملت مع الهدف الاول لفلومينينز. فهي دي بس القصه اللي انا عايز اتكلم فيها. وانا بالنسبه لي ان الانديه المصريه اللي بتنافس وعلى راسها الاهلي طبعا، الرهان دايما على نوعيه الصفقات اللي انت بتختارها او نوعيه اللعيبه اللي بيلعبوا لك. اللعيبه اللي طالعه من اكاديميه الاهلي اللي متربيه في قطاع ناشئين الاهلي، المفروض ان هم مزروع فيهم من صغرهم ان هم اقوى فرقه، وان هم دايما المركز الاول بالنسبه لهم هو الاهم، وان المركز الثاني يعتبر فشل و فالرهان على ولادك. يعني مثلا كنت شايف احمد نبيل كوكا من احسن لعيبه الاهلي المونديال ده، لعيب بيلعب بثقه وبيلعب بتحرر وبيلعب كان الملعب ملعبه. لما لعب قدام اتحاد جده ولما لعب النهارده الحقيقه لعيب كبير، انا شايفه مكسب لمنتخب مصر، لعيب متحرر. محمد عبد المنعم بيعمل ده مثلا، مع طبعا بعض التحفظات على انه عنده شويه ثقه زياده في النفس، بس انا بتكلم عن الشخصيه. اذا الاهلي قدر يكون 11 شخصيه في الملعب زي شخصيه، وانا ما بتكلمش عن فنيات، ممكن جدا احمد نبيل كوكا ما يكملش بنفس المستوى ده ومستوى تراجع، بتكلم عن شخصيه لاعب عنده قناعه انه احسن حد، وعنده قناعه ان انا قادر. فما دام قادر تكسب مش مشكله انت بتلعب مين، مش مهم بتلعب مين. اي فريق قدامك اعتبره بطل موزمبيق. مش يعني فكره دايما ان يكون في ذهنك ان انت بتلاعب خصم احسن منك او اشهر منك او ممكن يكسبك في اي وقت، او انت مش هتقدر تكسبه، دي عمرها ما تكسبك ماتش او ما تعملكش انجاز. انا شايف ان ده كان السبب الاول في ان الاهلي ما يلعبش فاينل السنه دي. السبب الثاني بقى من وجهه نظري، او لو اتكلمنا عن الجوانب الفنيه، فالنادي الاهلي بصراحه عنده نواقص كتير. وبرضه ارجع تاني للسؤال: هل اداره النادي الاهلي وهي بتشتغل على الفريق بتاعها من اول يناير، بما ان دي اول فتره تعاقدات وثم الصيف، انت بتشتغل على فريق هدفه ايه؟ هل بتشتغل على فريق ينافس على الدوري ويكسب الدوري، ولا بتشتغل على فريق ينافس على افريقيا او يكسب افريقيا، ولا بتشتغل على فريق يحقق انجاز في كاس العالم؟ اجابتك على السؤال دي هتحدد طريقه تكوينك للفريق. الاهلي حاليا بالسكواد اللي عنده ده
حتى لو كمل مودست بالمناسبه ينافس على افريقيا، يعني ينافس على الدوري ويكسبه ما عندوش مشكله، وينافس على افريقيا ويكسبه برضه ما عندوش مشكله. مفيش سكواد احسن من الاهلي حاليا بدون صفقات. الاهلي لو كمل بالفرقه دي بدون صفقات هيكسب افريقيا عادي، او على الاقل هينافس عليها. طبعا المكسب مش مضمون في كل الاحوال، هي برضه في الاخر بتبقى تفاصيل 90 دقيقه. لكن انت بتكون فريق ليه؟ لو دوري ابطال افريقيا ما تعملش صفقات، وانا اللي بقول اهو، يعني انا بقول له لاداره الاهلي، يا اداره الاهلي لو عايزين تكسبوا الدوري المصري ولو عايزين تكسبوا دوري ابطال افريقيا وتنافسوا عليهم، ما تصرفش في يناير ولا تصرف في الصيف. جدد للعيبه اللي موجوده وكهربا، ممكن بقى تشوف محمد شريف لو هترجعه مع كهربا ومودست كده كده يتكل على الله. عندك الاجنحه حسين الشحات، وعندك بيرسيتاو ورضا سليم راجع، وعندك طاهر بينزل، وعندك كريم فؤاد وشوف قصه احمد عبد القادر هتعمل فيها ايه لما يطلع اعاره، هترجعه ولا مش هترجعه. عندك الدفاع زي الفل، ياسر ابراهيم جنب عبد المنعم، ومعاهم رامي ربيعه والحياه جميله، وخالد عبد الفتاح يبقى لهم احتياطي، والحياه تبقى زي الفل، وهتنافس على افريقيا وهتكسب سان داونز يا سيدي، ما تقلقش ان شاء الله يعني، وهتعمل كل اللي انت عايزه. لكن الفرقه دي مستحيل 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 تعمل انجاز في 2025، ولا بالمناسبه لو الاهلي كسب افريقيا السنه دي، ولا في الانتر كونتيننتال الجاي اللي انت هتبدا فيها، سواء بقى مع اوكلاند مع بطل اوقيانوسيا، ولو كسبت هتقابل بطل اسيا، وبعدين هتقابل الفايز من امريكا الجنوبيه والشماليه اللي بيصفوا هناك، ولو كملت المشوار ده كله هتوصل تلعب بطل اوروبا. انا بقول لك اهو من دلوقتي، الاهلي لو اشترك من الدور التمهيدي، لو قرعته جابته في بطل اوقيانوسيا هيكسب اوكلاند، وبعدين هيروح اسيا هيلاعب بطل اسيا يكسبه، وهيجي قدام الفرقه اللي هيلعبها من الناحيه الثانيه. لو بطل امريكا الجنوبيه اللي صعد، الاهلي هيخسر. انا بقول لك اهو، الاهلي هيخسر حتى لو احسن، برضه الاهلي هيخسر. دي مش نظره تشاؤميه، لكن هو ده اللي هيحصل. شوف بقى لو بطل امريكا الشماليه هو اللي كسب بطل امريكا الجنوبيه في الماتش الثاني، والاهلي هو اللي صفى مع السيمي فاينال، انا بقول لك فرص الاهلي هتبقى 50 او 60 كمان من بطل امريكا، مع انه هيبقى هو اللي خرج بطل امريكا الجنوبيه، بس عشان في الاخر الفرقه اللي هيلعبها هتبقى يا مكسيكيه يا امريكيه يا كوستاريكيه، لكن اللي هتبقى برازيليه ولا ارجنتينيه. فبالتالي الاهلي هيبقى حاسس انه احسن وهيكسب، هيروح قدام بطل اوروبا. لو الاهلي وان سايد جيم برضه الاهلي هيخسر، لان هي دي القدرات الذهنيه للعيبه والفنيه طبعا بالمناسبه. ما احنا جينا خلاص للجانب الفني بقى، انت كنت بتتكلم في الجانب الذهني، نروح للجانب الفني. الجانب الفني لو الاهلي عايز يعمل انجاز ويلعب نهائي الانتر كونتيننتال ويبقى عنده فرصه حتى يكسبها مع بطل اوروبا السنه دي، يبقى لازم في يناير على الاقل، على الاقل، والصيف اللي بعده بتتكلم من 4 ل5 صفقات، 4-5 صفقات، صفقات تلعب مش صفقات وخلاص. الاهلي عايز 2 مهاجمين، 2 مهاجمين، مش مهاجم واحد، مهاجم والبديل بتاعه. طبعا مودست يتكل على الله ويجيب الاهلي راس حربة سوبر والبديل بتاعه. البديل بتاعه بقى يبقى ليفل اقل، انت اشوف يبقى لعيب مصري احسن من اللي عندك، معرفش ترجع محمد شريف يبقى موجود لو عندك قناعة بيه. المهم ان الاهلي محتاج 2 مهاجمين. كهربا برضه ليه ليفل وليه ليفل، وكهربا مشكلته برضه بالنسبة لي مشكلة ذهنية اكتر منها مشكلة فنية، مع ان في جزء فني لانه كهربا اصلا مش مهاجم، وفكره انه كان شغال كويس السنه اللي فاتت، ده كان الاستثناء مش القاعده. كهربا بالنسبه لي نحطه جناح شمال هيبقى ممتاز جدا، يعني ممكن يأدي في اوقات كتير احسن من حسين الشحات. والاهلي محتاج غير ال2 مهاجمين، محتاج جناحين، جناح يلعب اساسي في ناحيه حسين الشحات، وما اعتقدش ان حسين الشحات في الليفل ده، انا اسف يعني، ينفع يبقى اساسي في النادي الاهلي لاسباب كتير جدا. وبيرسي تاو لعيب كبير لحد دوري ابطال افريقيا، وفي كاس العالم للانديه ينفع يبقى موجود، بس الاهلي محتاج جناح اعلى من كده. رضا سليم ممكن لو خد يوفر لك صفقه جناح من الجناحين، يلعب هو ناحيه حسين الشحات، ويبقى ليك صفقه تقيله كجناح يمين مع بيرسي تاو. يبقى بيرسي تاو يا اما الاحتياطي بتاعه يا اما الاحسن حاله فيهم هو اللي يبدا يوم الماتش. في وسط الملعب اعتقد امور الاهلي ماشيه لحد السنه الجايه، يقدر يمشي الدنيا من غير صفقات. بكل تاكيد الباك الشمال الاهلي عنده فيه مشكله كبيره، لان علي معلول
عنده مشاكل دفاعيه بتظهر بسبب السن، ممكن يأدي هجوميا بشكل كويس. وبالمناسبه انا يعني شايف ان لو كولر جرب يلعب 3-4-3 في وجود معلول، ممكن جدا تبقى طريقة افضل. انا عارف انه فكرة الطريقة دي بتبقى قناعات عند المدير الفني، بس لو الاهلي لعب ب3 ورا مثلا زي عبد المنعم وياسر ابراهيم ومعاهم محمد هاني كمساك يتقلب كباك يمين زي ما مانشستر سيتي بيلعب بكايل ووكر مثلا، ويلعب ب4 في وسط الملعب، يكون شمالهم علي معلول ويمينهم بيرسي تاو، واتنين ديفندرات 1-6 1-8 بقى، ديانج جنب امام عاشور، مروان جنب عاشور، واتيفر هتحط مين، وتلاتة 2 جناحات ومهاجم رضا سليم، ومهاجم اللي انت هتجيبه وجناح كمان قدام بيرسي تاو، او العكس يبقى بيرسي تاو الجناح وتحط واحد يمين زي كريم فؤاد، ويبقى محمد هاني الاحتياطي بتاعه. ممكن جدا الطريقة دي تبقى افضل بالنسبة لامكانيات لعيبة الاهلي الحالية. ساعتها انت هتشوف نسخة اسطورية من علي معلول لما يبقى عنده مساك ثابت في 3 في طريقة ال3، هو وينج باك يعني اكتر منه جناح، اكتر منه ظهير شمال، فتشوف نسخة عظيمة من علي معلول هجومية على الاقل في الموسم اللي باقي له ده مع الاهلي. لكن لو عايز تلعب تكمل بنفس الطريقة، يبقى اعتقد ان علي معلول حرام ان انت تلعبه 100% من مباريات الموسم. واذا ناوي تنافس يبقى ما تحرقش كريم الدبيس، فانت محتاج باك شمال دلوقتي في الفترة الحالية في شهر يناير علشان تقدر تكمل منافستك بشكل قوي وتجهز للانتر كونتيننتال وتجهز لكاس العالم للانديه. الناحيه اليمين برضو اعتقد امور الاهلي ماشيه فيها، لان فيها محمد هاني لو اعتبرنا يعني ان هو يصلح يكون اساسي، ومعاه كريم فؤاد ومع اكرم توفيق، وحط معاهم كمان حسين الشحات، معلش خدها مني يعني. حسين الشحات اعتقد انه محتاج يتجرب على الاقل. لو لعبت ال3-4-3 حسين الشحات هيبقى قصاد علي معلول، الناحيه الثانيه هيبقى في الناحيه اليمين كويس جدا قدامه بيرسي تاو. جربها، ما هو اصل بص، ما انت عندك ماتشات كتير في الموسم وعندك فرص كتير ان انت تجرب، ايه المانع ان كولر يجرب؟ طيب ده بالنسبه للتشكيل والسكواد. طبعا محمد الشناوي ما شاء الله عليه يعني فورمه، وراجل بالنسبه لسن حراس المرمى 35 سنه لسه قدامه سنين من العطاء، وعنده احتياطي جيد، فالامور تمشي في حراسه المرمى. ده شكل السكواد اللي ممكن الاهلي يبدا يشتغل عليه في يناير والصيف علشان يدخل انتر كونتيننتال ويشوف بقى قصه كاس العالم للانديه 2025. نيجي لمارسيل كولر. مارسيل كولر في رايي مظلوم مع الفرقه دي يا جماعه. والله انا لو مكان كولر بجد وقادر ان انا اشتغل في البطوله دي واوصل لعيبتي بكل هذا الكم من الفرص، وكله يضيع بالشكل الكوميدي ده، والله العظيم انا النهارده في الشوط الاول كنت عمال اضحك، كنت بضحك. شوف النادي الاهلي جاب 4 وكانوا 2 في اول الماتش، ومع ذلك انا قاعد بضحك. ما اصل دي مش طريقه فريق بيلعب في كاس عالم للانديه، ده مش هجوم نادي بيلعب في كاس العالم للانديه. لما يبقى عندك الفرصه، والحقيقه كولر عامل النهارده ضغط عالي في الشوط الاول تحديدا مبدع على افضل ما يكون، والضغط العالي اللي كان عامله في الماتش اللي فات بتاع فلومينينسي عظيم، والضغط العالي اللي كان عامله على اتحاد جده يتدرس. كولر اشتغل في البطوله دي بجد بشكل انا منبهر بيه اللي عمله كولر. ولو في وقت يعني ان شاء الله لو جت فرصه نبقى نقعد كده نشرح على رواقه كولر ممكن يكون او اشتغل ازاي في البطوله دي يعني، وكل ماتش كان بيتعامل ازاي، وكان بيحرك لعيبته ازاي، وكان بيتعامل مع الفرق المنافسه ازاي. كولر كان حاسس انه البطوله دي هي الفيصل في الموسم بالنسبه له، واللي هترجع ثقه الجماهير فيه. فالحقيقه كولر عمل بطوله عظيمه زي ما عمل البطوله اللي فاتت كاس العالم للانديه. بس كولر اتطعن من لعيبته، يعني لعيبه النادي الاهلي طعنوا مارسيل كولر بجد، وحرموه من انجاز هو نفسه كان يستحقه. اللعيبه دي يمكن جزء كبير منها ما كانش يستحق يلعب نهائي، لان ما ينفعش تلعب مباراه نهائيه وانت قلقان وانت خايف وانت مش واثق في نفسك، لكن كولر كان يستحق. وكولر عمل شغل تكتيكي في البطوله دي خذلوا فيه لعيبته. اللي عمله مارسيل كولر كان لازم يخليه يلعب النهارده قدام مانشستر سيتي.
لكن الشكل ده من التعامل قدام المرمى، انا كنت لسه اكيد يعني ناس كتير منكم قروا الاحصائيه بتاعت ال 13 فرصه محققه في الثلاث ماتشات الكبار اللي لعبهم الاهلي في كاس العالم للانديه، قدام ريال مدريد وقدام فلامينجو السنه اللي فاتت وقدام فلومينينز السنه دي. وال 13 فرصه لو جيت تشوفهم تهريج، يعني تهريج ان هم يضيعوا. وزي ما بقول لحضراتكم انه النهارده الاهلي اللي جاب 4 تجوان، لو كان اوراوا ده فريق تاني مش ياباني، لو كان الماني او اسباني او انجليزي او برازيلي او ارجنتيني ما كانوش هيجوا برضه. فانا شايف انه مارسيل كولر يعني استعاد الثقة بشكل كامل في البطولة دي. اللي عمله لازم نحييه عليه ولازم نديله حقه فيه. وانا عن نفسي طول الوقت كنت بتكلم عن كولر بشكل ايجابي. يمكن هو كان عنده بعض الهفوات، كانت غلطة كولر الكبيرة بالنسبة لي في الماتشات اللي فاتت ان في ماتشات هو كان بيحس انه اللعيبة مش محتاجة فيها دوافع، يعني او انا مش محتاجة ابذل فيها مجهود. وده مش في مصر يا كولر، الكلام ده في الدوري الالماني هناك. لكن هنا كل ماتش لازم تتعامل فيه على انك متهدد وان لعيبتك مش هتنصفك، فلازم كل ماتش تتعامل على انه في مشكلة. انما تثق ان اللعيبه اللي معاك دي لعيبه محترفه بقى، وهم هيقيموا بنفسهم المخاطر والاضرار ويعرفوا قيمه المباراه ويخلقوا دوافعهم بنفسهم، ده مش عندنا. فدي دروس اتمنى ان يكون مارسيل كولر اتعلمها. لكن مارسيل كولر محتاج انه يكمل بالطريقه دي كشغل، واعتقد انه مناسب او الفكر اللي عند اداره الاهلي ان الراجل ده يكمل 2-3 كمان. اتمنى ان ده يحصل، لانه مارسيل كولر مدرب مشروع طويل الامد في الاهلي، وخسارته او انه يتساب للسلخ برضو ده هيكون الحقيقة تقصير كبير من إدارة الأهلي ناحيته، لأنه الراجل اشتغل على أفضل ما يكون. وأنا ما شفتش الأهلي بيأدي بالشكل ده في كأس العالم للأندية الحقيقة يعني إلا مع مارسيل كولر في آخر نسختين. وأنا هتفق معاه إنه لو كان عنده لعيبة بكواليتي مختلف في خط الهجوم كان زمانه بينافس، كان زمانه بيلعب فاينل البطولة اللي فاتت، وكان زمانه بينافس وبيلعب فاينل البطولة دي. حاجه كمان، علي معلول بقى له فتره، انا في المطلق برضو مع كل الاحترام طبعا والتعظيم سلام لتجربه معلول من الاهلي، واحد من احسن اللعيبه المحترفه اللي انا شفتهم في الكره المصريه. لكن في موضوع ضربات الجزاء ده يا جماعه، حتى الضربات اللي بيجيبها معلول برضو التكنيك بتاعها ما بيبقاش حلو. يعني انا عمري ما شفت علي معلول بيشوط ضربات جزاء بتكنيك مقنع بالنسبه لي، يعني شايفه عادي، يعني اللي هو ما ينفعش يبقى متخصص ضربات جزاء، اللي هو يتشاط 1 ضمن 5، لكن يبقى هو المتخصص الوحيد وبقاله فترة بيشوطها وحش قوي، حتى اللي بتدخل بيبقى شكلها وحش. ما عادي خلاص، هو فضل متخصص فترة وخلاص خلصنا، يعني عدت وخلاص. يشوف حد تاني بقى، شوف حد تاني يشوط احسن. لكن انت طول الوقت انت حافظ مش فاهم ان علي معلول ضربة جزاء يبقى علي معلول. يعني مثلا النهارده كان ممكن اي حد يشوطها يعني هو الفكره ما كنت تديها لياسر ابراهيم كان يجيب الهدف الرابع ليه والراجل يعمل انجاز، وكان هيجيبها بالمناسبه. كان يبقى اكتر لعيب عربي سجل مع الدون حسين الشحات والباقيين الدوسري وابو تريكه. ليه علي معلول يشوط ضربات حره؟ ماشي عظيم، بيجيبها وزي الفل ويعمل كل حاجه تانية، بس بلاش ضربات الجزاء، يعني بلاش فعلا ضربات الجزاء. يعني لازم كولر يشوف 1 و2 قبل معلول في ضربات الجزاء، شوف مين احسن بقى حد بيشوط في التدريب عنده يحطه. لكن انت كده بتهدر كاس العالم للانديه اللي فات يضيع، وصن داونز يضيع، والنهارده بيضيع وضيع حاجات كتير يعني مش حاضره في ذهني دلوقتي، واللي بتيجي بالزق ليه انت اعتقد يعني ان جماهير الاهلي بقى لما بيجي لها ضربه جزاء ما بتفرحش قوي. فخلينا اختم باللي بدات بيه، انه الاهلي لما يوصل جماهيره لانها تبقى زعلانه النهارده وهي بتكسب برونزيه، وحاسه انه لا كان في الامكان احسن من مكان، فده نجاح. ان انت ب4 برونزيات في 9 بطولات ده نجاح. ان انت الظهور العالمي ده بتمن يا جماعه. انت لما بتكون في بطوله عالميه والميديا في العالم كله بتتكلم عنك وبتتكلم عن لعيبتك وبتغطي اخبارك والكلام ده على طول ايكوالز فلوس، ماركتنج، استثمار، ناس بتستثمر عندك، رعاه.
ده بيعلي براند النادي. ودايما انا موضوع البراندنج في الكره المصريه ده من الحاجات اللي بتجنني، لان في ناس كتير عندها فرص انه يعلوا البراند بتاعها وهم بيهملوا في ده في كل الطرق. لكن الاهلي باللي بيعمله ده بيعلي البراند بتاعه هو سايب ايديه. فده مهم ونجاح. ونجاح ان انت تبقى زعلان انك ما لعبتش مباراه نهائيه، لكن كمان الاهم ان انت تبقى عارف انه خلاص جماهيرك ما عادتش هتقبل منك ان انت تروح باداء مشرف. واذا كنت بتجيب برونزيه في بطولات زي دي، فمن النسخ اللي جايه حتى البرونزيه هتبقى صعبه. البرونزيه بقى في النسخه الجايه هي اللي تبقى انجاز بجد. تلعب دور 32 وتصعد من مجموعه، وتلعب 16 في 8 فسيمي فاينل وتاخد برونزيه، ساعتها فعلا ده هيبقى انجاز. ف... فانا شايف انه التحدي اللي جاي والاختبار الحقيقي عند اداره النادي الاهلي ان هي تحدد اولوياتها وتشوف هي عايزه ايه من الفرقه. عايزه تنافس دوري وافريقيا بس، ولا كمان تنافس منافسه عالميه؟ والاهلي محتاج مهاجم.